3-4-3 تشكيلة الأهلي لمباراة الزمالك، أحسن تشكيلة تحل بيها المشاكل الدفاعية دي. 3-4-3 لازم تلعب بثلاثة في خط الظهر، مش عيب انك تلعب بثلاثة في خط الظهر في مباراة الزمالك والأول مرة من فترة طويلة جدا بدنيا أحسن منك. الزمالك فعلا بدنيا احسن منك. اللي يشوف ماتشات الزمالك اللي فاتت، مش انا اللي قلت لك ان الزمالك هيتعادل مع الجونه، بس ده مش مقياس. الزمالك بدنيا اعلى منك، بيلعب كوره اسرع منك. تخيل افضل طريقه تواجه بيها الزمالك الماتش اللي جاي ان انت تحط له ثلاثه في خط الظهر. مش عيب انك تلعب بثلاثه، العيب ان انت تظهر بشكل مخلخل دفاعيا او تخسر مباراه الزمالك. فالمفروض ان انت تلعب ب3-4-3. وتعالى اسمعك تشكيله مش هتسمعها في برامج ولا هتسمعها عند اي حد بيتكلم في الكوره. اول حاجه هتلعب طبعا بالشناوي حارس مرمى، ثلاثه في خط الظهر، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي. ايوه زي ما قلت لك كده، محمد هاني ما عنديش غيره. طب هعمل ايه؟ محمد هاني انا مش عارف، هو معاه واسطه تقيله قوي. انا متاكد ان الواد ده لما هيكبر هيبقى حاجه كبيره في البلد. يعني ممكن تلاقيه وزير رياضه مثلا، يعني حتى بيلعب في المنتخب على عمر جابر، يعني ما تعرفش فيه ايه. عموما خلينا في موضوعنا. هتقول لي طب وانا ليه العب بمحمد هاني وانا عندي مصطفى العيش؟ لا معلش، العيش للاسف ما بيعرفش يلعب، وعنده مشكله، ما بيعرفش يلعب كوره اصلا. يعني محمد هاني لاول مره نلاقيه احسن من حد. تخيل محمد هاني احسن من حد. تلعب بباكين، الباك اليمين محمود حسن تريزيجيه، والباك الشمال لو جاهز كريم فؤاد يلعب. على الاقل خالص هيبقى عندك اريحيه ان انت تخلي فيه وينجين ينطلقوا زي تريزيجيه وكريم فؤاد، ويكونوا مطمنين ان في ثلاثه في خط الظهر سرد باكات ثابتين. نص الملعب مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. ما ينفعش تكرر مروان عطيه وديانج دي تاني، مش هينفع نلعب ب2-6. مروان ومحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لو وحش وبطيء زي الماتشات اللي فاتت في الشوط الثاني، مع اول الشوط الثاني طلعه. مش هو عشان بن رمضان يعني لازم يلعب لحد الدقيقه 80، طلعه عادي ما فيهاش حاجه، ما فيش مشكله. هتلعب في خط الهجوم بثلاثه، لو زيزو جاهز هيلعب وينج يمين، وناحيه الشمال ببن شرقي، وقدامهم راس حربه جرادي شاور. لو زيزو مش موجود يا حسين الشحات يا عبد القادر، وافضل عبد القادر. مش هينفع نلعب بطاهر خالص. احنا عايزين وينج يرقص، ياخد 1-على-1، يعدي، يتعمل له حساب. حسين الافضل ان هو ينزل في الشوط الثاني، بيبقى حلو قوي لما بينزل اخر ربع ساعه. تبديلاتك احمد رضا لو محمد علي بن رمضان، تبديله اولى على طول. قفشه معاك، ومعاك حسين الشحات. 3 تبديلات مهمين جدا. عمر كمال عبد الواحد ومحمد شريف، التبديلتين دول لو تستخدمهم في اخر 5 دقائق من الماتش، مش مطلوب منك اكتر من كده، الا بقى لو اضطريت لحد فيهم. وان شاء الله هنكسب بالتشكيله دي.